ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الكشري المصري، كشري المحلات. معايا هنا ربع كيلو عدس بجبه. معايا هنا كمان حوالي 5 بصلات انا قطعتهم ترانشات كده. هحمرها عشان احطها على وش الكشري. هنا كمان نص كيلو مكرونه صغيره، نص كيلو مكرونه سباكيتي، تشكيله مكرونه يعني. ولو مش حابه تعملي المكرونه ديت ممكن تغيري تعملي المكرونه اللي انت بتحبيها. معايا كوبايتين رز، ربع كيلو عدس على كوبايتين رز، ثوم مهروس انا عاملاه في القناه لو حابه تعرفي الطريقه. معايا هنا كمان عيش متقطع كده قطع صغيره، ده عيش شامي مقطعاه قطع صغيره كده، انا هحمره وهيبقى برضو يتحط مع البصله على وش الكشري. معايا هنا صلصه متسبكه. انا بحب اسبك الصلصه كده عشان تبقى سهله معايا لما اجي اطبخ، تبقى موجوده على طول معايا. مش لسه هعصر طماطم. دي المكونات اللي انا هعمل بيها الكشري. اول حاجه طبعا انا هبدا بالبصله. جبت البصله قشرتها وغسلتها وقطعتها ترانشات. هفكها من بعض، اضيف لها دقيق. الدقيق دوت هو اللي بيخلي البصله تطلع مقرمشه معايا. معلقتين دقيق، وكمان ملح وفلفل. فك كده البصل لازم قبل ما تحطيه في الزيت تكوني فكاه. انا جبت طاسه هنا وحطيت فيها زيت، وهبدا اضيف فيها البصل عشان احمره. الزيت دوت هاخده اعمل بيه الكشري. هضيف منه شويه على الرز، شويه على المكرونه، شويه على الصلصه هستعمله يعني. خلاص اهي احمرت معايا. انا مش بحمرها اكتر من كده، بخليها لونها ذهبي واطلعها. بكون مجهزه هنا منديل وبحط عليه عشان يصفي الزيت الزياده. وصفيت الزيت كده بالشكل ده عشان ابدا احط فيه العيش. هديله رشه برده ملح وفلفل. والعيش الشامي بيتحمص بسرعه، يتحمص معايا اهو، وانا هحطه كده عشان يصفي الزيت. لازم بيدي طعم حلو للكشري وهو بيتاكل معاه، بيبقى مقرمش. جبت حله وحطيت فيها زيت ومعلقه توم كبيره، وعشان هعمل بيها الصلصه بتاعه الكشري. خدت شويه من الزيت بتاع تحمير البصله. اول ما تحمر التومه معايا هبدا اضيف عليها الطماطم على التومه بعد ما احمرت. احط لها بقى توابل، نص معلقه فلفل، الملح حسب المذاق وحسب كميه الطماطم اللي انت عاملاها. لو ما عندكيش طماطم متسبكه، كيلو طماطم وتضربيه في الخلاط وبتصفيه وبتحطيه على التومه وتسيبيها تتسبك معاها. انا هنا كمان معايا حله اهيت اللي هعمل فيها العدس والرز. جبت بصلايه وحمرتها كده وغمقتها شويه، وخدت طبعا من الزيت اللي هو بتاع تحمير البصله. وجبت العدس اهو وغسلته وهبدا اضيفه هنا. هقلبه مع البصله. نص مكعب مرقه. هضيف برضو التوابل اللي بضيفها للكشري، لكل الحاجات اللي انا بعمل بيها كشري، اللي هي الكمون والفلفل الاسمر والملح. بس المكرونه ما بحطلهاش كمون، بحط لها ملح وفلفل بس. هشوح العدس مع البصله شويه، وبعد كده هضيف لها ميه عشان تستوي. واول ما العدس يبقى نص سوا هبدا اضيف عليه الرز. هغطيه واسيبه يستوي على نار عاليه نص سوا. معايا هنا كمان حمص. الحمص دوت انا نقعته لمده 6 ساعات. نقعته كده في ميه عشان يبقى طري. لما بتنقعيه بيبقى بيستوي معاكي بسرعه. لما بتيجي تسلقيه بيكون طلع الغازات والحاجات اللي مش كويسه اللي بتبقى في البقوليات اهو. والحمص كمان استوى معايا. هي هسلق فيها المكرونه. بنحط زيت وملح في ميه سلق المكرونه، وهقلبها واسيبها لحد ما تستوي وبعدين اصفيها. الصلصه كمان معلقه سكر، دي بتدي طعم حلو للصلصه. ولما تكوني عامله طماطم متسبكه، لما بتحطي الطماطم بتضيفي لها شويه ميه
عشان تتسبك بقى مع الثوم. او معايا هنا ثوم وزيت، ده اللي هعمل بيه الدقه اللي هحطها على الكشري. هحمر الثومه دي، معلقه زيت ومعلقه ثوم. خلاص اهي، هبدا احط لها بقى خل، وهضيف لها شويه طماطم، وهضيف ملح، فلفل، هنضيف شطه كمان. والشطه اختياري، بس هو الكشري بيبقى محتاج ان انت تضيفي له شطه. واسيبها تغلي شويه، وبعد كده بعد ما بتغلي بروح قافله عليها النار نص سوا. هبدا اضيف له بقى الرز. انا غسلت الرز اهوت وصفيته، ويستوي على نار عاليه لحد ما يشرب السوائل اللي فيه، وبعد كده بهدي عليه النار. خلصت معايا وانا صفيتها من الميه اللي فيها. وهبدا دلوقتي هحط لها شويه زيت، حوالي معلقتين زيت. والزيت بيخلي المكرونه تبقى متفككه من بعض. ومعلقه ملح، ومعلقه فلفل اسمر. بقلب الزيت والملح والفلفل في المكرونه. البصل خلاص اهوت خلص معايا، والعيش كمان، والبصل مقرمش اهوت ولونه ذهبي وجميل. هبدا دلوقتي هعمل بقى التتبيله اللي هحط فيها الحمص الشام. جبت الليمونه هنا وعصرتها، وهضيف لها بقى الحمص، وهضيف كمان كمون وملح، شويه ميه. خلاص خلص معايا الرز، استوى اهوت ومفلفل، والمكرونه كمان خلاص اهي. الصلصه لونها جميل وطعمها حلو قوي. العيش والبصل المقرمشين اللي هيتضافوا فوق الكشري. الحمص بالليمون والكمون. الشطه. دلوقتي ازاي هنغرف الطبق بتاع الكشري. مكرونه واضيفهم هنا كده، واضيف عليهم شويه رز، وبعد كده نص بصل وعيش، وهنضيف بقى فوق على الوش صلصة كده. بنضيف طبعا شوية شطة. الشطة ديت بقى حسب ما انت عايزة. ده شكل طبق الكشري بالهنا والشفا. واتمنى وصفة الكشري المصري تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بالهنا والشفا.